السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشني كتير والله العظيم من امبارح لغاية النهاردة. النهاردة بقى بإذن الله كده هنعمل مع بعض ايه شوية محشي كده بالبط. اخوات جوزي بصراحة طبوا عليا كده، فقلت بقى ايه لازم اقوم معاهم بأحلى واجب. ايه وان شاء الله ايه هما بيحبوا المحشي نعمل لهم محشي. بس برضك ايه قلت لازم اصور برضك اليوم معاكم. انا كده ان شاء الله هنعمل النهارده محشي كرنب ونعمل محشي بتنجان ومحشي فلفل. ان شاء الله لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسونيش بس كده بدعوه حلوه من قلبكم. وتشتركوا لي في القناه، اللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك لي في القناه ويدعمني بلايك عشان خاطر ايه تحفزوني وتنيني مستمره ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي انا بعملها. واللي برضك عايز محتاج ان انا مثلا اعمل برضك فيديو معاه برضك ويشوف طريقتي في اي حاجة هو عايز يشوفها برضك، عادي يطلبها برضك مني وانا ان شاء الله باذن الله اعملها. كده بقى انا غسلت البصل وايه وهقطعه بقى كده في الحلة زي ما انتم شايفين. وايه وهسلق برضك معاكم الكرنب. برضك الكرنب ده اللي انا كنت جايباه معاكم، انا كنت في السوق. يعني انا الحمد لله كانت كل حاجه جاهزه عندي، كان عندي الكرنب وعندي البتنجان في التلاجة. يعني انا يوم السوق ده ببقى جايبه الحاجه دي، بس انا مش بعملها يعني على طول. انا ممكن احطها في التلاجة مثلا ايه يوم ولا اتنين ولا كده، وبعد كده ايه اعملها. لان انتوا عارفين بقى ان يوم السوق ده طبعا بتصرفي فلوس، فمش هيبقى بقى كمان تيجي تعملي اكل تجيبي حاجات من بره وتجيبي فراخ وتجيبي مش عارفه ايه، لا. فانا بخليها يوم تاني، بخلي السوق دوت مثلا ليه فلوس لوحدها، وايه تاني يوم ولا حاجة بقى ايه يعني ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. نقوم عاملين بقى الايه المحشي. دي الطماطم برضك اهيت انا بغسلها معاكم اهيت. انا قلت لكم قبل كده في اي فيديو انا بعمله ان انا بخزن الطماطم كده، بخزنها حب بتبقى معاكي احلى من الصلصه. فانا بغسلها معاكم اهو برضك عشان ايه يعني بشيل منها اللي هي الناشفه بخليها للسلطه. والطريقه طبعا ايه بحطها في الفريزر. كده انا حطيت الطماطم اهيت مع البصل، وهنا حاطه طبعا الملح وحاطه وطبعا ايه المفروض تحطي كمون، بس ايه انا ما كانش عندي كمون يعني. كده بقى انا ايه عبيت شنطه دي هحطها في الفريزر، واللي كان على الحوض دوت هحطه في التلاجة كده ايه نعمل سلطه ولا حاجه. كده بقى سلقت الكرنبايه اهيت، وطبعا لما بتسلقيها بتطلعها على ميه بارده على ميه ساقعه على طول عشان ايه ما ينهريش معاكي. كده بقى بقطعه اهو يعني. بحبش الورقة يعني ايه كبيرة اوي، لما بتبقى صغيرة دي كده بتبقى حلوة. ايام زمان كانوا بيعملوا الورقة ممكن يعملوها كلها على بعضها، ستي وستك وامي وامك كده يعني. بس والله العظيم شوية محشي اقسم بالله ملهمش حل يعني. وكان يوم جميل والله. كده بقى انا بقطعه بقطع طريقة صل التقطيع على بتاعتي محمد. برضك عليه الصلاة والسلام. يعني ايه بقطع الورقة واحط التانية عليها بيطلع كله ايه مع بعض سوا واحدة. هنا بقى المحشي البتنجان اهوت. انا بصراحة مرضيش اصور معاكم وانا بحشي لان انا مصورة معاكم قبل كده طريقة المحشي بردك، فانا عشان ما اطولش الفيديو فايه يعني بس حبيت اشارككم اليوم يعني. اهم حاجة يا حبايب قلبي ما تنسونيش بدعوة حلوة كده منكم وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا اللايك يا حبايب قلبي اهم حاجة. شوية محشي بقى اما بتبقى معمول بشوربة البط بيبقى ملوش حل. بعد ما بيستوي بقى باخد شوية كده من على وش المحشي، من على وش الشوربة كده وايه واحطه على وش المحشي. بص بيدي لمعان خطير. انا كده بقى هزيد الحلة دي بردك اهي. يا ولاد اللي بيرضي يعني ايه الدنيا دي والله عظيم فاتة، يعني اللي بيرضي العبد ربنا بيرضيه. يعني بردك يعني اهل جوزي بردك لما جم انا والله العظيم بقيت مبسوطة، وكان يوم جميل والله وقضينا مع بعض يوم
والحمد لله وربنا يعديها بسلام على الناس كلها، والله محدش واخد من الدنيا حاجة يا ولاد والله. ده بقى شكل المحشي اهو في الاخر، والبطة الجميلة هيت. يا ريت يا ولاد بقى ايه تشتركولي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.